السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، بجد لقانا معاكم من قناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا، تلقيح الأرنبة يا شباب. يلا بينا نشوف الدنيا هتمشي ازاي، وانت تلقح الأرنبة امتى بعد الولادة، علشان تبقى انت عارف تشتغل ازاي مع الأمهات بعد الولادة، علشان انت مشروعك ما شاء الله يكسب معاك. وطبعا الام ترتاح قد ايه، والخلفة يعني ترضع كام يوم. الخلفة يا جماعة بترضع من 35 يوم الى 37 يوم يفضل. كل ما زاد عدد ايام الرضاعة كل ما كان عدد الخلفة وحجم الخلفة احسن في الوزن والتحويل، عشان خاطر ربنا يكرمك كده وتحول تاخد انتاج كويس بعد الفطام، بحيث ان الام ترتاح وتلاقيهم يا جماعه ظهرها وصحتها ما شاء الله ممتازه كده، وشعرها ممتاز جدا، والخلفه واخده حقها في الرضاعه. تفطم ارنب وزنه كويس عشان يحول معاك بعد الفطام. فيلا بينا مع بعض يا جماعه نلقح كده، نشوف الدنيا الامه ترفع ولا لا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اوبا الصلاه على النبي. شفتوا يا جماعه فضل الله على طول. احنا يا جماعه بنريح الام معانا مثلا من 10 ايام الى 15 يوم على حسب الخلفات، على حسب الخلفات اللي وراها. يعني الام مثلا لو والده مثلا 7، والده 8، والده 9، بنلقح الام يا جماعه بعد 14 يوم من الولاده. والده 6، والده 5، والده 7 ممكن تلقح بعد اسبوع، او لو والده 8 ممكن تلقح بعد 10 ايام. ويفضل ان انت لو والده مثلا 9 10 تلقح بعد 14 يوم. طبعا الام دي يا جماعه معلش تم تلقيحها قبل كده بس طلعت سالب، تم تلقيحها يا جماعه بس طلعت سالب، تمام. واحنا بجستها بعد 10 ايام لقيتها فاضيه، فبعرضها على الذكر تاني، تمام، علشان خاطر تقبل التلقيح. الحمد لله يا جماعه بفضل الله تم التلقيح من الذكر، والحمد لله يا جماعه جسنا ديت دلوقتي لقيناها عشار بفضل الله، وعيالها ما شاء الله كويسين جدا ديت ماشي، اللي احنا كنا ملقحينهم المره اللي فاتت مع بعض يا جماعه، وده برده جسناها بفضل الله لقيناها عشار. طبعا الام دي يا جماعه بفضل الله لقحناها تم تلقيحها اهوت من الذكر ده الفلاين، تمام. طب نعرضها كده على الذكر السيلفر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. معلش يا جماعه اعذروني انا بصور مع نفسي. بسم الله بسم الله. اوب شفتوا يا جماعه اهي تم يا جماعه في لحظه. الام ما تكون قبل التلقيح بتريحك وبتريح الذكر، انت نفسك بترتاح نفسيا لما تعرضها على الذكر ويتم تلقيحها قدام منك في ثواني وانت واقف، تبقى مرتاح. ايش مثلا متعقد من الارانب اللي انت بتحطها للذكر ما بتقبلش التلقيح، وبتحطها للذكر والذكر يفضل يعذب فيها ويجري وراها ويشد في شعرها ومش يا جماعه اللي بيفهم بيريح، قلنا اللي بيفهم بيريح. انت هترتاح نفسيا لما الام تكون قبل التلقيح وتقلب الام تلاقيها محمره. وقبل التلقيح مجرد ما بتعرض الام يا جماعه على الذكر بيتم تلقيحها مباشره خلال ثواني. يعني دلوقتي يا جماعه احنا دلوقتي وصلنا للدقيقه 3:27، يعني 3 دقايق ونص من اول ما فتحت الفيديو. تم تلقيحتين يا جماعه خلال ال3 دقايق ونص، تم تلقيحتين خلال ال3 دقايق ونص للارنبه، تمام يا شباب. طب واحد فقيه بقى يقول لي يا ابو نرمين يعني الارنبه تنفع تتلقح من اكتر من ذكر؟ ايوه تنفع تتلقح من اكتر من ذكر، ذكر واثنين وثلاثه واربعه، مفيش اي مشكله خالص. وانا بتكلم يا جماعه عن تجربه عمليه، انا بتكلم من الشغل العمل اللي انا بعمله عندي على الارانب. ولو انت شفت فيديوهاته كلها اللي من 4 سنين على اليوتيوب هتلاقيها نفس الطريقه. بنزل الام الاكتر من ذكر لقحها مره والتاني مره والتالت مره وكده يا جماعه، فاهمين؟ طب واحد يقول لي يا ابو نرمين هل جواز القرايب ينفع؟ الذكر ده ينفع يلقح اخته او بنته او قريبته؟ ينفع وعن تجارب عمليه، عن تجارب عمليه. كل حاجه بتبقى قدام منكم في الفيديو مباشر، مش بنتكلم بدون صوره، لا ده احنا بنتكلم بالصوت وبالصوره، بالصوت وبالصوره. هدفنا بنقدم المعلومه، تمام، بنقدم المعلومه يا جماعه ماشي. يلا بينا نعرض على الذكر تاني اللي هو الفلاين. بسم الله بسم الله بسم الله. يلا يلا يا كبير. بسم الله بسم الله. يلا يا غالي عايزين كمان تلقيحه منك
بتشكر قوي. يلا بسم الله. يلا اهي. يلا 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 بسم الله. اوبس، شفتوا ده يا جماعه؟ اهي يا جماعه، شفتوا ده يا شباب؟ في لحظه مجرد ما الذكر طلع فوق ظهر الارنبه رفعت، خلاص خلص. ده عامل اساسي في نجاح مشروع الارنب، ان انت اعرض الام في وقت التحمير، وقت الخصوبه، وقت ما تكون الام محمره وعندها خصوبه، علشان الام تولد اعداد كويسه. ما شاء الله اهيت اعداد يا جماعه، ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. جمعين اهمت على العلافه بسم الله ما شاء الله. دولت يا جماعه خلاص عايزين يتفطموا، ماشي اهمت يا شباب. ده في بيلعبوا دلوقتي في ال 800 جرام وال 750 جرام، تمام. دولت مولودين يوم 26/12، والنهارده يا جماعه 30 اللي طالع 31/1، اللي طالع 31/1، يعني بقالهم دولت 35 يوم او 34 يوم، بقالهم كده 35 يوم، تمام. 36 26 بقالهم 34 يوم، تمام يا شباب ما شاء الله. اهمت بيشبه الارنب يا جماعه اهي ما شاء الله. وهنا نفس الطريقه برضو، دول برضو يا جماعه مولودين يوم 27/12، تمام ما شاء الله. دول 900 جرام وحجم ما شاء الله كويس جدا يا شباب بفضل الله اهو، يعني بقالهم 34 يوم. اقسم بالله الاوزان دي يا جماعه في 900 جرام، اقسم بالله في 900 جرام، ويمكن في ارانب اكتر كمان، في ارانب فيها كيلو. وان شاء الله هعمل لكم فيديو بكره باذن الله اللي بعد ده على طول، تمام. واحنا بنفطم الارانب ديت ونوزنها لكم قدامكم على الميزان، تمام يا شباب ما شاء الله ربنا يبارك اهو. ودول برضو عدد ما شاء الله كويس اهو ما شاء الله ربنا يبارك. هنا برضو الام دي يا شباب ان شاء الله معاها 11 ارنب، تمام. دول 2 اهمت، 3 طلع اطلع بره هلا، دول 2 بره خلاص اهمت، ماشي. وادي باقي الارانب اهو، ما ماشي منهم ارنب بفضل الله. دولت عد كده اهو، 2 4 6 8 9 10 11 راح فين؟ اهو ال 11 تحت امه يا جماعه، نايم تحت امه اهو اهو، 11 تحت امه يا شباب اهو، بيرضع اهو اهو، بيرضع تحت رجلين امه يا شباب، ماشي. وقال ما شاء الله ارنب اهوت. وادي باقي الخلفات ما شاء الله ربنا يبارك اهو يا جماعه. من عايز اول حاجه فينا ارنب مات من الارنب ده وهو صغير، تمام، مات من فتره، تمام. دلوقتي بقوا كام؟ بقوا ادي 3 4 لسه في واحد فين؟ لسه فين ارنب ناقص اللي هو اللي مات، تمام. ارنب ابيض يا جماعه مات، ماشي. دلوقتي 1 2 3 4 5 6 7 8 ارانب، دول كانوا 9، كانوا 5 ابيض و4 ايه؟ و4 اسود. الارنب ده يا جماعه لو انتوا لاحظتوا انا غيرت العلافه، غيرت ايه؟ العلافه. ليه؟ العلافه دي يا شباب اللي كانت راكبه طلع من قلب العلافه دي، كانت راكبه هنا يا جماعه، العلافه الحمراء ديت كانت راكبه في صف العلافات الحمراء دي، تمام. الارنب ده طلع يا جماعه من قلب العلافه ديت، كانت راكبه هنا، طلع من هنا كده قلب العلافه وازح على الارض، تمام، لانها بردان وتعب، ما عادش قادر ان هو ايه؟ يقاوم ان هو يعيش، تمام. عشان برضه اقول لكم يعني السبب موته كان ايه. الارنب ده طلع من العلافه دي يا جماعه، كانت العلافه اللي هي الحمراء دي، تمام، طلع من قلب العلافه انها نزل على الارض، برد وشدد من البرد، تمام. خصوصا هنا برضه فينا تحت هنا بتاع البواب بيدخل طراوه مع الشفاط عشان برضه ما يبقاش برضه ايه مكتوم، تمام يا شباب. فالارنب طلع بره فبرد مات، ما فيش نصيب فيه. اتبقى يا جماعه دول كام؟ بقى دول 8 ارانب، 4 ابيض
تمام. هاي بلس الاربعه يا جماعه، هاي بلس اهم، 1 2 3 4 واربعه اسود اللي هو الريكسات. ماشي يا شباب، والحمد لله. فطبعا حبيت برضو من خلال الحلقه بتاعت النهارده ديت اقول لكم ان الام دي اتلقحت يا جماعه، بس ما كانتش ايه، ما كانتش على الشرط، ما كانتش مسكت عشار. الحمد لله دول اتلقحوا ومسكوا عشار التانيين دول. ماشي يا شباب. فتم تلقيح الوقت الارنبه قدام منكم 3 مرات. هل ينفع القحها 4 مرات؟ ممكن القحها 4 مرات، وممكن نكتفي ب3. طب واحد يقول لي يا ابو نرمين عندي الذكر لقح الارنبه مره شويه. دي يا جماعه ديت كانت حته جربه صغيره ظهرت في الجنب كده، الضوافر من قدام سليمه. ثلاثة من قدام يا جماعه دهنتها مرهم بتاع ايفوماج على زيت، ايفوماج على زيت، والحمد لله بتقشر وراحت خلاص يا جماعه. شايفين يا جماعه؟ راحت خلاص اهي. حته بسيطه ظهرت في الرجل، تمام. اما الضوافر من قدام نظيفه وسليمه اهي، ضوافر قدام نظيفه وسليمه يا جماعه. ظهر بس في الجنب هنا كده دهنتها ايفوماج على زيت، فالحمد لله القشر خلاص وقعت وبترجع تاني لوضعها الطبيعي. تمام. بنحط يا جماعه الايفوماج اهو، ده الايفوماج اللي احنا شغالين بيه، برامكتين. هنا بتاع الطريقه يا جماعه، نحط قلبها الزيت، زيت الاكل على الايفوماج ونرجوه كويس، ونقوم رايحين منقطين على المكان اللي فيه الجرب. فالحمد لله بيبدا ايه، يقع خلال ايام بسيطه وبيبدا ايه الجرب يروح. يلا النهارده كده على الدكر ده تاني. بسم الله. بيقوم يا جماعه في ال5 كيلو. بسم الله ما شاء الله. يا ابني مش من هنا، يا ابني مش من هنا. اوب 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 يا ضرب. شفت ده يا جماعه اهو، اهو كده تم 4 تلقيحات بس، كفايه نكتفي بهذا القدر من التلقيحات. خلال 10 ايام ابدا اجس الام دي يا شباب، ونشوف ان كانت هي عشرت ولا لا، علشان ما تضيعش وقتك في الفاضي، عشان ما تضيعش وقتك في الفاضي. خلال 10 ايام نبدا نجس الام ديت ونشوفها على عشرت ولا لا. لو ما عشرتش نلقحها تاني، ما عشرتش يبقى 3 مرات، ما تضيعش وقتك معاها. اما تكون ام تلقحت مره وما مسكتش، تلقحت مره الثانيه وما مسكتش، المره الثالثه ما مسكتش، يبقى الام دي الام برضه وزنها يا جماعه بيزيد، لان الام من 5 كيلو ما شاء الله. ماشي. فممكن نكون عملت دهون ولا حاجه على الرحم، فعشان كده ايه ممكن تاثر على العشار. فدي تاني تلقيح عليها، لو ما مسكتش القحها الثالثه ما مسكتش، يبقى استبعاد على طول، استبعاد على طول. طبعا دي يا جماعه كانت الحلقه بتاعت النهارده، تلقيح الام بعد الولاده. بكررها مره واثنين وثلاثه. الام اللي والده 6، والده 5، والده 4، والده 3 تلقح بعد 3 4 ايام، 5 ايام، اسبوع بالكتير. طب والده 7، والده 8 تلقح بعد 10 ايام. طب والده 9، والده 10، والده 11، الكلام ده يا جماعه تلقح بعد 14 يوم يفضل، علشان الام تاخد راحتها في الرضاعه، والخلفه تاخد حقها في الرضاعه، وتفطم على عمر 35 يوم او عمر 40 يوم. لو العدد كبير يجيب معاك اوزان حلوه بعد الفطام، تعرف ان انت لما تنقلها في عيون الفطام تعرف ان ما تواجهش مشاكل معويه بالنسبه للارنب لو سنه صغير. طبعا لو انت اول مره تشوف قناتنا تنساش انزل تحت اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. وطبعا ده يا جماعه برده ما شاء الله خير برده بتاعنا اهوت، ان شاء الله حاجه جميله جدا، ان شاء الله جميله جدا يا شباب. ده برده اتلقحت لسه ما جسناش بصراحه. ده برده يا جماعه الام الوالده الاخيره ما شاء الله. ان شاء الله دول 8 ارانب ما شاء الله، ربنا يبارك اهمت، 8 حتات زي الفل ان شاء الله، ربنا يبارك. طبعا يا شباب عملت عرض الفيديو اللي فات ب5 ارانب بكر للبيع. طبعا برضو ده ذكر سيلفر وده نتيانيات يا شباب ما شاء الله، ربنا يبارك. وطبعا العرض كان بادئ من اول هنا، دولت اللي كبار قوي وجاهزين. دي النتايه ديت فلاين، نتايه سيلفر، تاريكس، نتايه سيلفر، نتايه سيلفر. تمام. طبعا ديت كانت حلقه النهارده، اشكركم لحسن المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ملحوظه يا جماعه، استنى قبل ما تقفل، قبل ما تقفل طالما لقحت الارنبه لازم تسجل تاريخ التلقيح عشان تبقى انت عارف هتجس امتى وتعرف الارنبه دي كانت على الشارع ولا لا. السلام عليكم.